السلام عليكم. اذكر عنده زوج لحظات في حياته ما ينجمش ينساهم خلاص. اللحظة الأولى هي الطول وتبقى له بالأمارة حتى كان ما يتذكرهاش فهمتني ولا يبقى مجروح. والحاجة الثانية صاحبي اللي هي أول مرة يذوق السخون. وخيكم أخي كما قلت لكم الطهور الصغير وما نذكرش قعدت لي الأمارة بالنسبة لذوقان السخون وما أدرك ما ذوقان السخون. بالنسبة واحد ما ننسى صارت لي فهمتني حكاية مع ذوق السخون باش نحكيها لكم. ساعة كنت نسكن في سوسة فهمتني في منطقة سياحية يجوا برشا سياح تعرفت على سائح عمري وشو 18 عام وقفه وسنين ظهر فهمتني ومعدي سنين اخرت ربي يعلم بها الكارير حتى متاع الوحش فوت فهمتني. ياك هو هذا سيدي. تفهمنا تلاقيت انا وياها ما طولش عليكم في الحديث طلعت نلقى طفله نحيفه باشا ورسم ميمتي اول مره ما ريت طفله عريانه في حياتي كانت هي. لو عمري ريت شيء قدامي حتى الفيديوهات ما كانتش عنا كما تو الانترنت. ما نعرفش كيفاش باش نحكي لك من كثر ما سخنت بردت راسي طلع على الشيء وقف فهمتني حسيت روحي نحب نبكي. بزلت ما عملت حتى شيء ونحس فهمتني بلوطه فيضانات باش تضرب يا اخويا بدينا بالتمريق بالمسان واني مانيش مصدق نفسي اصلا خلاص. الطفله قلت لكم فهمتني ديجا جاي من بلاصه اخرى وما يعرفوش المطهرين. وديما قعدت العمارة غاديك حتى فهمتني هيك شافت سلاح قالت لي لازم نعمل لازم نستكشف علاش قلت لك كريستوف كولومبو ما نجمتش نقول لها راهو العبد شد روحه بالسيف فهمتني. تنزل على الزناد الشيء يضرب. الطفله ما باتش تفهم. اخويا هي ميزات ونهبطت وشدت الشيء فهمتني وقمرته في راسها تحب تثبت بالباهي. بوف ونعطيها كعيبك ليه شوت في الراس ديريكت وراها السرير ضربت راسها شدت وجهه وقامت تعيط سبايدر مان سبايدر مان.